حصل معايا موقف النهارده في الامتحان ممكن انت تشوفه تافه، بس فعلا الموضوع ده كبير. انا رحت في اول اللجنه فلقيت لسه الاماكن كلها فاضيه يعتبر، فاخترت ان انا اكون جنب الحيطه وفي اخر مكان قاعد في هدوء. فجالي واحد بيستأذني ان انا اقوم له من المكان علشان هو ما بيعرفش يقعد غير هنا، فانا يعني ما رضيتش ازعله وقمت له. ففي بنت جت قعدت تحاول مع كل الناس اللي قاعدين ورا علشان بتتوتر لما بتقعد قدام المراقبين، ولما جت عندي وقالت لي برضه قمت لها. في ناس ممكن تشوف ان حاجه زي دي تافهه وانا ليه اقوم لهم، بس فعلا يا صديقي صدقني ان في حاجات نفسيه مش بتاثر فيك انت بس ممكن تاثر في شخص تاني. فطالما الموضوع مش هيكون مؤثر على نفسيتك عادي لما تتنازل على حاجه علشان نفسيه غيرك. في ناس فعلا ممكن لو قعدت قدام المراقب تترعب، وحتى لو هم دحيحه وبيذاكروا كويس جدا ما يقدروش ان هم يحلوا حاجه. بس مش كل الناس عندها الوعي ان هي تتقبل حاجه زي كده. فحاول ان انت طالما مفيش حاجه هتيجي على نفسيتك ان انت ما تجيش على نفسيه حد.